الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع النبيين ليسما خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ليه سيدنا محمد في أذكار الصباح والمساء كل يوم كان بيقول الدعاء ده: اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. لأن أي نعمة ربنا بيديها أو عند أي حد من خلقك من عند ربنا فقط لا غير، مفيش أي حد تاني ليه دور في الموضوع. كل الحكاية إن أنا طلبتها منك سبحانك، فأنت أذنت لي وهيأت لي الأسباب اللي أنا أعملها، واديتني شعور إن أنا أقوم أعمل الأسباب دي فعملتها. فالنعم، كل النعم اللي جات لي فمنك وحدك. عرفت ليه سيدنا محمد كان بيعلم الصحاب إنهم يسألوا ربنا كل حاجة؟ ربنا بيقول لنا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما تبصش على حاجة اللي في ايد غيرك، ما تتمناش حاجة عند حد انا اديتها له. هو كل حكاية ان هو سأل. في اخر الآية بيقول لك: واسألوا الله من فضله. بدل ما تتمنى اللي عند غيرك، اسأل ربنا سبحانه وتعالى، اطلبها من ربنا زي ما هو طلب. هو افتكر ان هو عمل الحاجة دي بشطارته او بذكائه فقرر يقلده. الراجل الاولاني ربنا اداله، هو سأل ربنا اذن له وهياله الاسباب. والتاني افتكر ان هي بالاسباب ونسى اذن ربنا سبحانه وتعالى، فراح مقلد نفس الاسباب دي اللي هو عملها. فمثلا فلان دخل الكلية الفلانية فقرر يقلده ودخل نفس الكلية. فلان سافر البلد الفلانية فبقى مليونير، فهو قرر برضو يقلده، وفي الآخر فشل. حتى لو جمع فلوس فهو فشل في حاجات تانية. فالدنيا مش كده. يعني السيدة مريم مثلا لجت ربنا هيأ لها الأسباب: وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبة. فواحد لما شاف كده راح يهز النخل، ما لقاش حاجة، النخلة ما نزلتش حاجة. ولو جاب 100 واحد من أصحابه وهزوا النخل برضه مش هتنزل حاجة. طب الغلطة فين؟ والغلطة عند مين؟ إن هو قلد الأسباب ونسي إذن ربنا. إذن ربنا ده أهم حاجة في الحياة يا جماعة. ربنا سبحانه وتعالى حاطط قوانين في الدنيا دي. ربنا قال لنا: واسألوا الله من فضله. ربنا كان قادر ينزل لها رزقها من غير ما تهز النخل او من غير ما تعمل اي حاجة. ربنا قادر على ان يكون الشيء يكون فيكون. لكن ربنا حاطط قوانين في الدنيا ان كل حاجة لازم يكون لها اسباب. لازم تلجأ لله الاول، لان الرزق عنده. الرزق عند ربنا في السماء، وفي السماء يرزقكم وما توعدون. يعني مثلا ربنا حط في الارض كنوز، وكل واحد فينا ليه الكنز بتاعه، محدش هياخده غيره. لكن الكنوز دي ربنا مخبيها في مكان لا يعلمه الا الله. يبقى الحل اننا نلجأ لله. طب لو عايز تطلع وتدور على الكنز بتاعك ده، هتضيع كتير قوي من عمرك. ممكن تضيع عمرك كله في التدوير على الرزق. وهو اصلا خلقك للعبادة، مش خلقك لك. هو خلقك ربنا سبحانه وتعالى خلينا للعبادة فقط لا غير. طب لو لجأت لله ممكن تاخدها والنهاردة بكرة في أقل من سنة. مترتبة لك أنت، كل شيء مترتب لك أنت، وكل شيء في ميعاده. لأن ربنا حاطط شروط، وقت ما تحققها هتاخد كل اللي أنت عايزه، وفوقهم الجنة كمان. أما ليه ربنا قال لنا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو اللي بيصرف علينا كلنا يا جماعة. وقال كمان: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. طب ايه الشروط؟ الشروط هنا يا جماعة تقوى الله، انك تتقي الله. هو ربنا سبحانه وتعالى مش عايز منك حاجة اكتر من كده الا غير انك تتقي الله وتستغفر. حتى ربنا قال: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وآية تانية بيقول لك: استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. يبقى هنا المشكلة في ايه؟ المشكلة فينا احنا، اللي احنا لازم نتقي الله ولازم نستغفره، اللي احنا نخش درجة تانية من الإيمان، وهي درجة الإيمان اللي انت تكون مؤمن.
احنا كلنا مسلمين يا جماعة. المسلم هو من يؤدي أركان الإسلام الخمس اللي احنا كلنا عارفينها: الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كل الخمس أركان دول احنا كلنا بنعملهم، واللي مش قادر عن حاجات معينة زي الحج مثلا أو الزكاة ربنا بيسكتها عنه وبيكون مسلم برضه. إنما الدرجة الأسمى هي درجة الإيمان، إن أنت تكون مؤمن. في درجة أعلى من المؤمن وهي الإحسان، اللهم اجعلنا من أهل الإحسان يا رب العالمين. درجة الإحسان دي بتبقى أكنك في إيدك خاتم سليمان، اللي أنت بتطلبه كله من ربنا بيديهولك. اللهم اجعلنا من أهل الإحسان يا رب. خلينا في الوسط اللي احنا نكون مؤمن. عشان تبقى مؤمن في شروط، الشروط دي اللي أنت تتقي الله ودايما تواظب على استغفار الله سبحانه وتعالى عن ذنوبك، الذنوب اللي أنت عملتها. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اللي هو هيمتعك متاعا حسنا بالاستغفار لحد ما تموت. وهنا هيالك الأسباب المتاع الحسن والحياة الكريمة. ده كلام ربنا، ما طلبش منك حاجة غير إنك تتقي الله وتستغفر الله. وفي آية تانية بيقول لك: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ربنا قال لسيدنا نوح يقول لقومه هذا الكلام، وده عشان يثبت لنا ربنا سبحانه وتعالى اللي كل الأنبياء كانت رسالتهم واحدة وكان كلامهم واحد، نفس الكلام وعندهم نفس الهدف: اعبدوا ربنا وتوكلوا عليه، اعبدوا ربنا وتوكلوا عليه. هو ربنا بيقول لك استغفر، هديك رزق وولاد وهديك كل حاجة، لأن الرزق عندي في السماء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. كل حاجة عند ربنا، كل حاجة عند ربنا في خزائنه. والمصدر الوحيد للرزق عند ربنا هو الاستغفار. معنى كده ان ايه يا جماعة؟ اللي الذنوب هي اللي حايشة الرزق. فالذنوب دي عشان بتروح ازاي؟ بتروح من الاستغفار واللي انت تتوب الى الله، اللي ده اللي حايش الرزق عنك هي ذنوبك. انت تتقي ربنا في كل شيء، تتقي ربنا في لسانك، تتقي ربنا في ودانك اللي بتسمعه، تتقي ربنا في ايدك في بطشها وفي السرقة وفي الحاجات الوحشة ايدك بتعملها، تتقي ربنا في خطوتك، كل خطوة لازم تكون في الخير ما تكونش في الشر. هي دي تقوى الله في جميع ما يصدر عنك من قول او فعل. انت لو اتقيت ربنا، اتقي ربنا في عيالك، اتقي ربنا في زوجتك، اتقي ربنا في كل شيء، هتبقى انت كده دخلت مكان اللي انت تكون مؤمن. اتقي ربنا في كل شيء هتخش درجة الإيمان، تبقى عديت من درجة اللي انت مسلم ودخلت درجة الإيمان. أول ما توصل لكده هتاخد كل حاجة، لأن ربنا بيحبك وعايزك موجود لتعبده. ربنا بيحبك وعايزك موجود لتعبده، لذلك بيبتليك. الناس اللي ربنا بيبتليهم ما تزعلش، اوعى تزعل ان ربنا ابتلاك. ربنا بيحبك، ربنا عايزك ترجع له، ربنا عايزك تستغفره، ربنا عايزك تعبده. ربنا عارف اللي انت مش هتستحمل النار، مش هتستحمل لسعة واحدة من النار، عشان كده ربنا بيحبك. ما تفرحش باللي جنبك ربنا بيديله، لا، ده الجماعة دول يا جماعة ربنا يعني يغنينا عنهم. ربنا بيقعد يديهم بتبقى أغذتهم وحشة. اوعى تزعل اللي انت جارك ربنا مديله ومش مديك انت ومبتليك انت، لا، ده ربنا بيحبك انت، عشان ربنا عايزك ترجع له. ربنا بيحبك، بيحب يسمع منك يا رب، بيحب يسمع منك اللي انت تقول يا رب. حتى لو ربنا أخر بلاء وأخر فرجه عنك ما تزعلش، بالعكس ده ربنا بيحبك أكتر. ربنا بيقول لك وحاسس بيك وبيقول لك: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فتعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كل حاجة عند ربنا يا جماعة. عرفت ليه بيقول لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو؟ ربنا بيقول لك حتى لو خدت بكل الأسباب اللي في الدنيا دي وريني هتشيل الضر إزاي، إلا أن يأذن الله. هو إذن الله واحد الأحد،
ولن يأذن إلا بالتوبة والاستغفار. بهنا الشروط يا جماعة: التوبة والاستغفار. أنا واحد من الناس ربنا بليني، ولحد دلوقتي الحمد لله رب العالمين لسه ما رفعش البلاء عني، ومش زعلان. أنا بدور في صحيفتي، أنا عملت ذنب إيه ولحد دلوقتي لسه ربنا ما غفرليش عنه. بدور في صحيفتي، ممكن أكون بعمل نفس الذنب ده وأنا مش واخد بالي. برضه لازم تدور في كل واحد يدور في صحيفته إيه الذنوب اللي بيعملها ويستغفر ربنا عليها ويتوب عنها وما يعملهاش تاني. هي دي التوبة والاستغفار، عشان ربنا سبحانه وتعالى يزود حسناتك عن سيئاتك. ساعتها بس هتبقى وصلت درجة الإيمان، وساعتها بس ربنا هيستجيب من دعائك، ربنا هيستجيب لك ويرفع عنك الضر والبلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالبلاء جزء من الحياة لا يخلو منه غني ولا فقير، ولا يتخلص منه ملك ولا مملوك، ولا حاكم ولا محكوم، ولا نبي مرسل ولا عالم مخلص. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلا تفزع ولا تحزن، فالكرب سيرفع والهم سيزول والضيق سينتهي، فهذا وعد الله، وعد الله حق، والله لا يخلف الميعاد. فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، ولن يغلب عسرا يسرين. فمهما اشتد بك الهم في الأرض والحزن فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فالله يفعل ما يشاء. فلا تكن متعرضا، فرزقك مقسوم. رزقك هيجيلك، رزقك هيجيلك، وقدرك محتوم، وأجلك معلوم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا اشتد بك الهم وزاد عليك الحزن والكرب فالجأ إلى الله الحي القيوم، وقل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم إني مغلوب فانتصر، اللهم إني مغلوب فانتصر، اللهم إني مغلوب فانتصر. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.